قبل اول حاجه، احنا كنا وحشين، احنا كنا زباله. بس حسبي الله ونعم الوكيل في الحكم. حسبي الله ونعم الوكيل في الحكم. حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل في الحكم. انا قبل اي حاجه بقول لك احنا كنا زباله. احنا ماسكين الكوره وهم ما جابوش غير هجمتين، لكن ماسكين الكوره على الفاضي. يا دوبك هم كام فرصه عملناهم عشان معانا حمار على الخط بيدربنا، ومعانا رئيس نادي عمال يتفرج على الفريق وهو عمال يقع يقع يقع، لحد ما احنا السنه الجايه احتمال نخش كونفدراليه مش افريقيا اصلا. بس ده ما يمنعش ان حسبي الله ونعم الوكيل في حكم. انا مش عارف ده يعمل ايه. يعني ده هيروح البيت يقول ايه لمراته وعياله؟ انا حكم ظالم، انا حكم ظالم، انا حكم مرتشي، انا حكم باخد تعليمات ان انا اظلم فريق بعينه، انا حكم ظالم ظالم. انا موافق اخش النار وجهنم عشان حاجه في الدنيا تافهه، عشان اي واحد في الدنيا هيجي يقول لك دي مش ضربة جزاء، حط صباعك في عينه وهو ما تتكلمش على الكوره تاني. سهله بسيطه. نيجي بقى لفريقنا، نيجي المدرب الاخر مزنق بينزل كل المهاجمين، نزل كل المهاجمين. طب ايه الخطه يا سيدي المعلمين؟ مفيش، نزل كل المهاجمين. طلع ديانج وطلع مروان عطيه ومش عارف طلع بالعمري والعب. اخر 5 6 دقايق اصلا سيراميكا ممكن يجيب جولين 3. مالط يابا مالط، يلا اللي عايز يجيب جون في الاهلي تعالى حمل. كنا بيحملوا من نص الملعب، عايز يجيب جون في الاهلي يخش على نص الملعب يحمل. ليه؟ عشان اداره كالعاده تعمل حاجات حلوه هوب تفصل الفيشه وتعمل حاجات زفت وخرا على دماغها. محدش بيشكك في حب وانتماء الناس دي للاهلي. الناس دي بتعشق النادي الاهلي. كابتن محمود الخطيب ده اكتر واحد في الاهلي بيعشق النادي الاهلي. لكن مش كل مره هتسلم الجره، مش كل مره هتصيب. مبروك، اعمال الاداره كلها اهي بتودينا للكونفدراليه. ولو في ذره بس رجوله ودم انا انسحب من الدوري القذر ده. مش هاجي بعد ماتش النهارده اخلي كل ماتشاتي كلها اللي جايه بحكام اجانب. وانا خسرت نقطتين مهمين النهارده، نقطتين مهمين النهارده. بس انت بتكلم مين يا اسطى؟ احنا في وادي وهم في وادي. سلام.